السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين قناة عالم الرياضة. سوف نعرض عليكم في هذا الفيديو بعد أن قدمنا لكم 6 أجزاء من أقوى 10 صفقات تمت رسميا في هذا الموسم 2023 تحضيرا لموسم 2024. لكن في الجزء السابع اطرحوا لنا أقوى صفقة في هذا الفيديو في التعليقات. لا تنسى اللايك في الفيديو والاشتراك في القناة. تابع المشاهدة. أولى الصفقات هي ضمن نادي برونموث الإنجليزي اللاعب جاستن كلوفيرت قادما من نادي روما الإيطالي مقابل 10 ملايين يورو بالإضافات. ومدة الصفقة سوف تتم حتى 5 مواسم قادمة. ثانيا يعلن نادي فاينورد الهولندي بالتعاقد مع الجزائري رامز رزوقي حتى موسم 2027. ثالثا يعلن نادي يوفنتوس الإيطالي بالتعاقد مع الأمريكي تيموثي وايا إلى نادي يوفنتوس قادما من نادي ليل الفرنسي مقابل 12 مليون يورو ونصف. ورابعا على النادي ريد لايبزيغ الألماني بالتعاقد مع اللاعب البرتغالي فابيو كارفاليو قادما من نادي ليفربول الإنجليزي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم القادم. خامسا يعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني بضم اللاعب أو المدافع التركي كلاجار أسوينكو قادما من نادي ليستر سيتي بصفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع النادي الإنجليزي، ومدة الصفقة هي حتى موسم 2027. سادسا على النادي بنفيكا البرتغالي بضم المهاجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا ويعودها إلى صفوف النادي البرتغالي بصفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع نادي يوفنتوس، وسوف تتم الصفقة موسم كامل لنهاية هذا الموسم مع خيار التجديد. سابعا يعلن نادي اي سي ميلان الإيطالي بالتعاقد مع لاعب خط الوسط الأرجنتيني لوكا ريميرو قادما من نادي لاتسيو الإيطالي بصفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع ناديه السابق، وتتم الصفقة حتى موسم 2028. ثامنا يعلن نادي النصر السعودي التابع إلى صندوق الاستثمارات السعودية بالتعاقد مع لاعب خط الوسط الكرواتي ماركو بروزوفيتش قادما من نادي انتر ميلان الإيطالي مقابل 18 مليون يورو، وتمتد الصفقة حتى موسم 2026. تاسعا يعلن النادي الأهلي السعودي بالتعاقد مع المهاجم الكبير البرازيلي روبرت فيرمينيو قادما من نادي ليفربول بصفقة مجانية بعد انتهاء عقده مع النادي الإنجليزي ولمدة 2026 صفقة اللاعب مع خيار التجديد لموسم إضافي. عاشرا وأخيرا يعلن نادي ريال مدريد الإسباني بالتعاقد مع الموهبة الصغيرة التركية صاحب 18 عام أردا جولير قادما من نادي فرنبخشة التركي مقابل 20 مليون يورو بصفقة قد تمتد حتى موسم 2029، ويوجد هناك بند في العقد هو نسبة 20% من بيع اللاعب مستقبليا. هناك العديد من اللاعبين الذين جددوا تعاقداتهم مع أنديتهم مثل اللاعب ديفراي الهولندي حتى موسم إضافي لمدة موسم 2025، وهناك المدافع الإيطالي الآخر باستوني لمدة موسمين أو 3 أو 4 حتى موسم 2028، واللاعب التركي حتى موسم 2027 هاكان شان أوغلو، والمدافع الأرجنتيني أوتاماندي مع نادي بنفيكا لمدة موسم إضافي حتى موسم 2025.